بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المتابعين في بودكاست من 10 ل10 ونص، الحلقة الرابعة. رفاعي وكرة عالية، لكن على طول تطول. يا خبر أبيض! بترول أسيوط أحمد رفاعي يحرز الهدف الأول. بص في العادة، بترول أسيوط سكر زيادة. الحقيقة أنا تابعت الحلقات السابقة وعجبتني، والحقيقة أن الأستاذة لقاء اللي كانت بتدير البودكاست في الحلقات السابقة، الحقيقة أنها قامت بعمل جيد، ولكن لانشغالها بالامتحانات فالحقيقة يشرفني اني اكون مكانها الحلقة دي فقط، على اساس ان هي ستعود ان شاء الله في الحلقات القادمة. طيب، بس في حاجة، لقاء طبعا منشغلة في امتحاناتها وهترجع لنا تاني ان شاء الله، بس هي عندها قناتها الحقيقة بتألف قصص رعب يعني، وهي بتسجلها وهي بتألفها وبتقولها يعني، فلا هي حاجة الحقيقة هي حاجة محترمة يعني، فما تنسوش تعملوا لها متابعة وهتنبسطوا يعني. النهاردة تسمح لنا كابتن أحمد نغوص بداخلك علشان نعرف أكثر عن علاقتك بكرة القدم بين النجاح والإخفاق. مستعد يا أحمد؟ يلا بينا. ازيك يا كابتن أحمد؟ الحمد لله بخير. نبدأ على بركة الله؟ يلا بينا. طيب، يعني أنا مقلق منك بس تمام يعني. معلش. الحقيقة أنا يعني في سؤال يعني بيجي في بالي، إنه المتابعين ممكن يجي على بالهم كتير قوي. يعني كما هو ملاحظ، أنت نسبيا يعني ما زلت صغيرا، فهذا يعني أن تجربتك في كرة القدم وفي الحياة بصفة عامة ما هياش تجربة طويلة. هل تعتقد أن تجربتك عميقة ومختلفة عن تجارب قرنائك أو زملائك يعني؟ أو بمعنى آخر، إيه اللي شايف أنه بيميزك عن زمايلك يخليك تعتقد أن ما تقدمه في هذه الحلقات يمكن أن يكون مفيدا للآخرين؟ الحقيقة من كتر ان السؤال كبير انا نسيت اول السؤال بيقول ايه. انما هحاول افتكر يعني. تركز معايا عشان الحلقة دي لازم تبقى مختلفة. طيب، الحقيقة زي ما حضرتك قلت، انا يعني ايه اللي مختلف في تجربتك انت الشخصية وفي شخصيتك بيخليك تعتقد ان انت ممكن تقدم حاجة مختلفة وحاجة مفيدة؟ طيب، مبدئيا زي ما قلت حضرتك انا سني مش كبير يعني، انا 26 سنة لسه صغير يعني، بس الفكرة ممكن يكون الموضوع بيتعلق بالتجربة. أنا راجل لعبت دوري ممتاز وأنا 18 سنة، يعني ممكن يكون في جيلي اللي هو مواليد 99 كان تاني واحد يلعب دوري ممتاز في السن ده كان أول واحد محمد كناريا بتاع المقاولين دلوقتي في الاتحاد السكندري، كان تاني واحد يلعب دوري ممتاز في السن ده كان أحمد رفاعي مع الكابتن عبد العال في الداخلية. فلما حضرتك يبقى في لاعب من هو سنه 18 سنة لاعب دوري ممتاز او لاعب في ليفل عالي يعني من سن 18 ل 26، فحضرتك بتتكلم في 8-9 سنين فيهم تجارب كتير جدا وعدد مدربين كتيرة جدا. طيب، ممكن يكون في لعيبة كتير سواء صغيرة او كبيرة بتمر بنفس عدد التجارب دي، بس ما عندهاش ميزة
ان هي يكون عندها شخصيه قياديه، ان هي تعرف تعبر عن جواها وتعرف تتكلم بطريقه صحيحه وتعرف تقول ايه امتى وازاي. فانا بشوف الحقيقه ان كابتن شريف إكرامي نموذج في الموضوع ده. يعني لما بيقعد قدام اي مذيع، رغم ان المذيع ده او الصحافه بشكل عام والمذيع بشكل خاص بيبقى شغله الشاغل ان هو ازاي يعرف يزنق الضيف بتاعه يعني. بس انا بشوف ان لا، كابتن شريف إكرامي مفيش حد راح له وعرف ياكل معاه من البلد يعني. كان هو دايما بيتفوق عليهم نتيجه ان هو شخص مثقف جدا، واعي جدا، عارف نفسه بيقول ايه امتى وازاي. فانا بشوف الحقيقه من وجهه نظري المخلصه اللي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، ان شويه الحمد لله انا املك الملكه دي واعرف اعبر عن الجوايه بشكل صحيح منضبط. وكمان نتيجه الاحتكاكات في الدوري الممتاز من سن صغير، ده بيدي خبرات كتير بتخلي الواحد يعرف يتعامل ويتصرف بطريقه صحيحه قدر الامكان. يعني في قدره على استخراج الحكمه من المواقف المختلفه اللي مريت بيها. اكيد. طيب قول لي يا احمد، لو الكوره اختفت من حياتك لسبب او لاخر، تمام، ايه الحاجه اللي هتفضل فيك، وكمان ايه الحاجات اللي هتختفي مع اختفاء الكوره؟ طبعا الاول سواء سمات شخصيه او ما الى ذلك يعني. طبعا الاول معلش يعني احنا كنا بنصور الحلقات الاولى في الاوضه عندي جوه، علشان كانت الاصوات عندي في الشارع تحت مزعجه جدا الحقيقه. فقلت المره دي اصور هنا في الريسبشن يعني. طبعا لسه في اصوات في الشارع، فحاولوا تعدوها وتستحملونا فيها يعني. بالنسبه لسؤال حضرتك، طبعا مجال الكوره صعب جدا، وانا شخصيا كاحمد يعني الواحد مش متخيل حياته عموما من غير كوره يعني. بس خليني نفترض ان السؤال بتاع حضرتك هو حقيقي يعني. ربما يكون في الواحد بتبقى بتربى على قيم معينه وعلى طريقه حياه معينه وطريقه تعامل معينه، من ضمنها مثلا الصدق والمصداقيه في التعامل. ربما يكون حتى الصدق اللي عندي ده ممكن يكون في بعض الاحيان سبب لي مشاكل في شغلي، لان انا راجل كده 1+1=2، وبحترم شغلي وبقدره جدا وبحترمه. ف ساعات ده شويه بيسبب لك مشاكل. احنا اتكلمنا قبل كده ان مجال الكوره للاسف بيخليك في بعض الاحيان ممكن تتسم ببعض الصفات، خلينا اقول اللي مش كويسه، عشان تعرف تتعامل وتتعايش مع المجال ده. فانا شويه ما بعرفش اعمل ده. ما بعرفش مثلا اروح ابقى على الصوره لده ولا اطبل لده ولا اعمل لده، لان ده للاسف موجود في كل حته على فكره موجود. انا ما بعرفش اعمل ده خالص يعني. انا شغلي الملعب وبس، والمصداقيه دايما في كل حاجه بقولها. ممكن يكون ده شويه سبب لي يعني مشاكل شويه، انما مش هغير ده مهما حصل. واقدر اقول ان ممكن الحاجه اللي هسيبها لو الكوره اسيبها مع الكوره لو الكوره اختفت يعني، اللي انا قلته من شويه، ان بتضطر في بعض الاحيان ان انت للاسف تعمل حاجات او مش عايز اقول تغير مبادئك، لا، المفروض المبادئ ما تتغيرش، انما تتصرف بعض التصرفات اللي انت مؤمن من جواك ان هي مش احسن حاجه او مش شخصيتك الحقيقيه، عشان بس بتفكر لقدام. فلا، لو الكوره انسحبت من حياتي فانا اكيد هتخلى عن الحاجات دي لان هي مش كويسه. تسمح لي معلش. خد راحتك. الحقيقه كابتن، يعني عايزين نعرف ايه اكثر حاجه الناس فاكره انها سهله في حياتك او في حياه لاعب كره القدم بصفه عامه، وهي في الحقيقه مساله صعبه جدا. للاسف اولياء الامور بشكل عام واي موهبه طالعه صغيره بشكل خاص يعني بيبقوا شايفين ان ابني يدخل طب ولا هندسه ولا يركز في التعليم ولا يلعب كوره. لا، يلعب كوره اسهل،
بيلعب الحاجه اللي بيحبها وبينبسط، وعلى حسب معتقداتهم بياخد فلوس كتير جدا. الحقيقه انا بشوف ان ده منطق خاطئ جدا جدا لاي ولي امر ولاي ولد صغير. لا، انت محتاج تركز في التعليم كويس قوي، لان ده مستقبلك الحقيقي. لان انت بتشوف مثلا 10 12 نموذج في حياتك او شايفهم قدامك على التلفزيون بياخدوا ارقام خزعبليه يعني. ده ما بيحصلش مع كل الناس. مجال الكوره في مليون واحد بيلعب كوره، منهم 100 من المليون دول اللي هم لامعين وبياخدوا الارقام اللي احنا نعرفها، انما الاغلبيه بيعانوا معاناه حقيقيه. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان، انت عشان تسلك مجال كره القدم الموضوع مش سهل. انت يا باشا زي ما قلنا قبل كده، من وانت صغير انت ممكن تروح وتكون موهوب على فكره ولعيب كويس جدا، بس تروح اختبارات وسط ملايين الولاد معاك وما تنجحش، مش عشان انت وحش، علشان ما حصلش توفيق ان حد يشوفك اصلا نتيجه اهمال او نتيجه ايا كان يعني. فلا، الموضوع فيه حسابات كتير وفيه توفيق كتير وفيه معاناه. انا شخصيا والدي يعني لا اتبهدل معايا. هو اصلا مش من عادته ان هو يحب يصحى بدري خالص نهائي. انا عمري ما انسى الايام دي. كان بيصحى 6 الصبح وهو اللي يصحيني عشان نروح نلف على الانديه. انا ما انساش الحاجات دي. كنا بنلف، رحنا الاهلي، وبالمناسبه انا اتسجلت في الاهلي في ناشئين الاهلي نص سيزون يعني، وبعدين مشيت. وفي الحلقات الجايه هنتكلم عن الموضوع ده. ورحت الزمالك ناشئين وناشئين وادي دجله. واخر حاجه كانت ناشئين الداخليه وبعدين الفريق الاول. فلا، كانت قصه محتاجه واحد عايز وصبور، ومش سهله خالص خالص، ومكلفه من كل النواحي، جهد بدني ونفسي ومادي وكل حاجه. كمان اللي انا بشوف ان الناس شايفاه عادي بس هو مش عادي، انك تبقى لعيب كوره محترف اساسا. يا باشا لا، لعيب كوره المحترف هو مش شبه حد. مش شبه حد في اسلوبك، مش شبه حد في مشيتك، في طريقه لبسك، مش شبه حد في اكلك. انت المفروض تبقى عارف كويس قوي انت بتاكل ايه، وبيدخل كام لتر جسمك ميه في اليوم، بيدخل جسمك كام كالوريز في اليوم، كام جرام بروتين في اليوم. ده لعيب الكوره المحترف اللي مش اي حد يعرف يعيش جوه الانضباط ده. مفيش سهر بقى مع الحاجات دي. ما انا جاي لحضرتك. انت مش شبه اللي حواليك. يعني انت قاعد مع اصحابك على كافيه ولا قهوه ولا حاجه، الساعه جت 10 انت تقوم تمشي لان انت مش شبه بقيه صحابك. لا، انت حد متفرد، انت حد مختلف عن اللي حواليك. انت لازم تنام الساعه 10 وتصحى الساعه 7 او 8 الصبح بالكتير. فعشان تبقى لعيب كوره، عشان تبقى محترف بجد، لازم تضحي بحاجات كتير جدا جدا من شهوات الحياه، من اكل بقى وسهر ولعب وسهر مع اصحابك. يا عم انا عايز اقعد مع اصحابي شويه، لا، يبقى انت مش هتنفع كده. عشان تبقى محترف بجد، عشان تبقى لعيب بيدفع فيه فلوس كتير، لازم تبقى منضبط، محترف في اكلك، في لبسك، في نومك، في كل حاجه. في الاخير الموضوع مش سهل خالص خالص. انت لازم تبقى مش شبه اللي حواليك، وممكن حتى تعمل الاشياء دي كلها بانضباط شديد ويبقى مفيش توفيق لسبب او لاخر، مش كده؟ بالظبط، لان في الاخير الموضوع يرجع للتوفيق وإرادة ربنا من فوق. على العموم في سؤال احنا هيبقى خاص بنقطة النجاح في كرة القدم مرتبط بايه، بس ده هنتكلم فيه لاحقا. تمام، ماشي يا سيدي. معلش كابتن احمد، هنسأل سؤال حساس شوية. حساس؟ ماشي. عفوا. يا ترى هل حسيت مرة انك بتجري وبتبذل مجهود كبير جدا لكنك بتكتشف انك واقف مكانك او ربما بتتراجع الى الخلف؟ هل جالك الاحساس ده وبيجي ازاي امتى في كرة القدم؟ مرة واحدة؟ مش عارف، هنعرف منك. لا يعني خلينا اقول من اسوأ ما يكون على طبعا بعتذر مرة تانية عن الاصوات اللي بره بس مضطرين للاسف. من أسوأ ما يكون على أي رياضي وعلى أي لاعب كورة بشكل خاص يعني، إن هو يضطر يبدأ من الأول تاني. بمعنى إن أنت ممكن تبقى خلاص وصلت لمرحلة نضج في الملعب معينة، نضج تكتيكي أقصد جوه الملعب، لدرجة إنك أنت ممكن توصل أنا شخصيا والله العظيم وده مش غرور، أنا كنت مثلا بتفرج على ماتشات كده
لعيبه منتخب مصر واهلي وزمالك وبتاع، انا بلعب مساك. كنت ببقى الواحد خلاص وصل لمرحله متيقن من جواه وعارف ان هو لو لعب على اتخن فيرويد في الدوري المصري هيحطه في جيبه. بالعكس هضحك عليه الناس كمان ان صح التعبير يعني. لا الواحد بيبقى وصل لمرحله من النضج كده الكروي والقوه البدنيه واللي هو بالبلدي كده واقف على رجليك كويس قوي. فجاه تبقى واصل للمرحله دي وخلاص، باقي خطوه تروح تحصل مثلا الصليب اللي جالي من سنتين، تروح حاصله الموضوع ده. فبدل ما انت عند اخر سلمه تروح راجع، مش عند اول سلمه، انت راجع تحت البدرون تحت. فده الحقيقه بيبقى موضوع مؤذي جدا جدا، انما كمان بيتطلب شجاعه وشخصيه عشان ترجع تعمل ده تاني من غير ما تزهق كمان. لان انا بشوف ان اكبر كابوس لاي لاعب كوره يحس ان هو بذل مجهود كبير وفجاه كانك بالونه عملت لها كده، الاصابات لعنه كبيره جدا على لعيبه كره القدم. بس في اللي بيطلع منها افضل وفي اللي بيتخلص عليه. عندنا 2 نماذج قدامي الحقيقه انا مش ناسيهم ابدا. انا كنت بلعب دوري ممتاز مع الداخليه ولعبنا ضد وادي دجله مع تكيس جونياس، كانت فرقه مرعبه. الاهلي ما كانش يجرؤ يروح يقابلهم من قدام نتيجه الكره اللي بيلعبوها. مين السبب الاول في ده؟ محمد محمود انا كنت بشوف ان هو مش من هو اهم لاعب في مصر جاي. انا لعبت ضده كان رعب وهو في دجله. راح النادي الاهلي ما وفقش يعني، جاله صليبي اول رجع منه مش احسن حاجه، صليبي تاني شكرا متشكرين. انا والله دلوقتي ما اعرف محمد محمود بيلعب فين رغم انه موهبه كان فذه. فللاسف ما اعرفش ايه العوامل اللي خلت ده يحصل، انا مش قريب منه عشان اعرف الكواليس. ما اعرفش تقصير منه ولا طبيعه جسم ولا سوء تاهيل ولا ما اعرفش الحقيقه. بس دي حاجه مؤسفه جدا الحقيقه. كمان نموذج تاني اكرم توفيق، الله اكبر عليه يعني. اكرم توفيق جاله صليبي اول رجع ما كملش حاجه، جاله صليبي تاني. فين اكرم توفيق دلوقتي؟ كان بيلعب في النادي الاهلي وراح اتشرط على النادي الاهلي عشان ياخد 40 مليون جنيه في الموسم، او يروح ياخد 4 اضعافهم في قطر. ممكن جدا يقدر يلعب منتخب مصر مرتاح دلوقتي. فهنا ما بين نموذج ونموذج، ده اتصاب بنفس الاصابتين، ده حصل له ايه وده حصل له ايه. انا بشوف ان دي راجعه لجوه اللاعب، انت بعد الاصابه هتقدر وهتبقى افضل ولا هتخلص عليك. تمام، جميل. طيب الحقيقه في سؤال برضو في قائمه الاسئله اللي فيها حساسيه شويه، برضو نفس الاحاسيس. انا بحب النوعيه دي من الاسئله ماشي. اللي هي بتمس النفس البشريه يعني. هل في مره كنت يعني ظاهر ناجح في اعين الناس وكنت في الحقيقه بينك وبين نفسك بتشعر بان انت تعبان جدا من جواك؟ يعني بتحصل او حصلت يعني. ساعات بيجي عليك توقيت بتبقى ماشي مع تيم او مع فريق معين في رحله نجاح معينه، ويبقى ليك دور قوي ودور مؤثر. انا من الشخصيات ان انا ما بحبش ابقى كمالة عدد، او لما يجي دوره انا ما بحبش كده. انا اذا ما كانش ليا دور مهم جدا جوه الفريق بتضايق نفسيا وببقى عايز امشي من المكان ده، لان بحب ان انا ابقى مؤثر في المكان واسيب بصمه سواء جوه الملعب وكمان بره الملعب. فلما تبقى بادئ مع فرقه او تروح فرقه وتبدا معاها رحله انك مثلا رحله تتويج او رحله صعود للدوري الممتاز مثلا، وده حصل بالفعل. ففجاه نتيجه احداث لا داعي لذكرها يعني في منتصف الرحله يحصل بعض المناوشات كده، او ربما يمكن ان تحدث اصابه او اي مشكله معينه. سواء اصابه ممكن تبقى انت ماشي كويس ورجلك في الملعب واساسي، سواء اصابه او خلافات ايا كانت الخلافات مع مين يعني مش قصتنا دلوقتي. ففجاه تفقد دورك ومكانتك جوه الفريق ده. فلما الفريق فجاه بدل ما تبقى انت رجل مش من الاهم بل الاهم في الملعب، فجاه انت دكه، فجاه انت بره السكور بره الوضع، بتروح التمرين كده وخلاص نتيجه حاجات خارج ارادتك سواء اصابه او حاجات انت مش بايدك.
دي الحقيقه بتبقى مشكله كبيره جدا. كمان لما الفرقه بعد كده تحقق التارجت وتصعد، بيبقى الشكل العام كلنا مبسوطين وكله بيضحك وكله بيهزر وبتاع. في ناس بقى شخصيتين هنا، في ناس تبقى متقبله ده وما عندهاش مشكله تمام، بس انا شخصيا لا، حصل معايا الموقف ده ان يكون الناس فخوره بيا وفرحانه بيا وبتاع، بس انا من جوايا انا مش مرتاح، او خلينا اقول مش مبسوط كفايه يعني، لاني كنت احب يكون ليا دور اساسي في انجازي. الحقيقه كلام محترم. طيب قول لي يا احمد، هل كان في مناسبه معينه او حدث ما كنت محتاج حد معين يقف جنبك ولكن ده ما حصلش؟ لا، هو الحقيقه انا في الاخير الناس الوحيده اللي بثق فيها بنسبه 100% هم اهلي. فاللي انت بتثق فيه بنسبه 100% ده اللي بتبقى مستني منه انت انه يقف جنبك، وده الحقيقه الحمد لله بيحصل بشكل كبير عندي يعني، الحمد لله بنعمه بشكر ربنا عليها. انما انا كمان ما اعرفش دي مشكله عندي ولا لا. انا شخصيه مش عايز اقول صعبه شويه، انما انا مش عاطفي قوي، مش قصه ان انا ببقى في موقف صعب فمحتاج حد يقف جنبي وحد بقى يطبطب عليا ويشجع. لا يعني انا بحب التحديات وبحب ادخل في منافسه، بحب ان حد يقول لي انت مثلا انت مش هتقدر، فاقول له تمام يلا بينا نشوف مين فينا يكسب. بحب التحديات دي. انما انا اقدر اقول مثلا لو هتكلم عن شغل يعني، بتحصل بعض الضربات وبعض المواقف في حياتك. انا بعتبر ان المدير الفني لاي فرقه هو مش بس مدير فني بيجي يقول شويه تكتيك وشويه طرق لعب هنلعب بيها وشويه نماذج بالخروج بالكوره ويلا بينا خلص التمرين واروح. لا، انا بعتبر ان ده كده موظف ان صح التعبير يعني. لا، انا بشوف ان اي مدير فني لو انا بعدين بقيت مدير فني ان شاء الله هعمل ده، لازم انت كده انت ولي امر المجموعه دي كلها، انت زيك زي الوالد. لان الناس دي بتشوفك اكتر ما بتشوف اهلها، لو هم في سفر او في مكان بعيد بيشوفوك اكتر من اهلهم. وفي السراء والضراء بقى يعني، مش في السراء فقط، لا في كل حاجه. لا الواحد ساعات ممكن يحصل له دروب، يقع، يتصاب اصابه كبيره، بيبقى محتاج ان المدير الفني اللي كان يوما ما ده بيعتبره من اهم رجالته، فجاه لما تتصاب انت اتبخرت بالنسبه له، انت ولا حاجه. لا يعني حتى لو نفسيا انا بشوف ان اللاعب محتاج، سواء وقع بسبب اصابه او بسبب مستواه نزل، لان انا بشوف ان اي مدرب ذكي شاف ليفل معين من اللاعب، ليفل عالي، يبقى عارف ان اللاعب ده وصل للليفل ده، فلما يقع شويه مفيش مشكله بتحصل. انا شفت منه ليفل يعرف يرجع له تاني لو جبته نفسيا كويس. فلا يعني بشوف ان ممكن حصلت في حياتي من مدرب او 2 3 كنت منتظر منه ان هو يقف جنبي بطريقه افضل يعني، انما في الاخير ما توقفتش كثيرا عن الموضوع ده، لان انا من النوعيه ان انا ما بعتمدش على حد غير ربنا ونفسي. حابب تقول اسماء ولا حاجه؟ اكيد لا. انا مش عايز اورطك طبعا. اكيد لا. اوكي. طيب يا سيدي، احنا وصلنا لاخر سؤال في الحلقه، واتمنى ان يبقى الحديث عنه بايجاز شويه عشان الحلقه ما يبقاش مدتها طويله والمتابعين يزهقوا من الحكايه دي. تفتكر ايه اهم حاجه بتاثر في حياه ومستقبل لاعب كره القدم؟ الحظ مثلا، ولا الاصابات، ولا المدربين، ولا ادارات الانديه، ولا كل دول مجمعين؟ قول لنا انت بقى. الحقيقه زي ما حضرتك قلت الاربعه، بس لو تسمح لي اشيل موضوع الحظ ده لان انا لا اؤمن بالحظ، خلينا اقول التوفيق. تمام. انا بشوف ان التوفيق والاصابات والمدربين وادارات الانديه ليهم عامل مشترك في تحديد مستقبل لعيب كره القدم. يعني ممكن تبذل، قلنا كده في حلقات سابقه، ممكن تبذل كميه مجهود غير طبيعيه، بس التوفيق ما يكونش حليفك ولا عملت حاجه. ممكن يبقى عندك التوفيق شويه، لان انا بشوف ان كره القدم 90% توفيق من ربنا و10% شغل باحترافيه واجتهاد وانضباط. فعندك التوفيق، انت كده كل الباقي سواء اصابات ربنا يبعد عنك، مدربين ربنا يهديهم عليك وتبقى امورك ماشيه معاهم، ادارات بيحبوك لو معاك التوفيق. ممكن طبعا معاك التوفيق طبعا بتبقى بنسب يعني. فانا بشوف ان الاربعه عليهم دور. انا اتكلمت عن التوفيق،
اجي اتكلم عن الاصابات. اتكلمنا عن الاصابات من شويه. الحقيقه الاصابات بيبقى ليها دور كبير جدا جدا في مشوار لعيبه كره القدم، واللي بيحدد اذا كان ده هيأثر عليه اللي هي الاصابه، اللي هيحدد اذا كان ده هيأثر عليه ولا لا اللعيب نفسه. وقلنا نموذج من شويه كابتن اكرم توفيق وكابتن محمد محمود، ده سلك طريق وده سلك طريق تاني خالص رغم نفس الاصابه، والاثنين جالهم 2 صليبي، انما ده رجع افضل وده معرفش ايه العوامل اللي اثرت عليه، انا مش قريب منه كفايه. انما الاصابات ليها دور بس انت اللي هتحدد اذا كانت هتاثر عليك ولا لا. نيجي لرقم 3 المدربين. ودي اكتر نقطه مؤذيه شويه للاعب كره القدم وممكن تاثر على مستقبله، عشان في مدرب انت ممكن تبقى معاه في نفس الفرقه، المدرب ده يخلي مصر كلها تتكلم عن اللاعب ده، كله بيتكلم عنه وواصل لفورمه غير طبيعيه. تيجي السيزون اللي بعده او المدرب ده يمشي فيجي مدرب تاني نفس اللاعب ونفس الفرقه ونفس السيزون، يجي مدرب تاني مش هقول لك هيخلي الناس تنساك، ممكن يبطلك كوره. فانا بشوف ان المدربين ليهم دور مهم جدا جدا في ان المدرب يخليك احسن واحد او اقل واحد. بس عندي تعقيب شويه لاي حد عنده شخصيه قويه في الموضوع ده. انت هتلعب في حياتك 12 14 سنه 15 سنه لو انت لعيب محترف يعني وبتنام كويس وبتاكل كويس، انت هتتمرن في حياتك مع 12 15 مدرب، يا عم 10، هتلاقي 2 من 10 او 3 اللي بيثقوا فيك ثقه تامه، فده بيريحك بيديك اريحيه في الملعب، تعمل اللي انت عايزه حتى مجهودك يبقى اقل عشان هم واثقين فيك. انما كمان هتقابل بعد كده من ال10 دول 7 مدربين مش ممكن مش واثقين فيك، مش واثقين في امكانياتك. فهنا انت بقى انت اللي لازم انت اللي تنتزع الثقه دي. تمام، كلام جميل. اللي تاخدها. كلام جميل. لان لو استنيت ان انت هم يثقوا فيك ولا حاجه. لان زي ما قلنا 2 3 بس اللي هيثقوا فيك والباقي انت اللي لازم تنتزع منه الثقه. بالنسبه للادارات طبعا لو عملت الاثنين، لو حصل الاثنين اللي في الاول، التوفيق ومدرب كويس، الاداره ما فيش مصلحه انها تبقى في مشكله بينك وبينها. طبعا ابدا ابدا. وموضوع الادارات ده يعني انا بشوف انه موضوع شائك شويه، لان اداره كره القدم بشكل عام في مصر اظن ان في افضل من كده بكتير عشان نوصل لمرحله. حضرتك شايف المغرب عامله ازاي؟ المغرب رعب وتنظيم وحاجه محترمه يعني. تخطيط. ايوه من زمان. تخطيط بعيد المدى. ف بشوف ان الادارات طبعا برضو ليها دور، لاني انا بشوف ده كمان مش موجود قوي في الدوري الممتاز. يعني الدوري الممتاز بيبقى اغلبيه المدربين فيه ليهم اسمهم يعني ومكانتهم، فما بيحبش حد يتدخل في شغلهم. انا ممكن الله اعلم ممكن الدرجات الادنى شويه بتبقى الامور يعني فيها ممكن يبقى ادارات تتدخل وادارات لا، دي طبعا انا مش متاكد منها فمش هخوض فيها كتير يعني. انما في الاخير ال4 عناصر اكيد ليهم دور في تحديد مستقبل اي لاعب، بس لو اللاعب مصمم ان هو ينجح ومنضبط ولا حاجه من ال4 دول. يبقى دور اللاعب نفسه موهبته وشخصيته. توفيق ربنا. تمام، ماشي يا سيدي. شكرا كابتن احمد. كنت سعيد بلقاء معاك الحلقه دي، لان الاخت لقاء راجع ان شاء الله من الحلقات القادمه. كنت سعيد بلقائي معاك، وارجو ان يكون هذا المحتوى مفيد لمن يتابع. شكرا والى اللقاء. صباح الخير.